ذات النزال الدموي بين المقاتل الداغستاني إسلام مخاشيف ضد المقاتل العنيد البرازيلي ريناتو مويكانو الذي حافظ على لقبه في اتحاد UFC بعد انسحاب المقاتل أرمان تساروكيان. ليحل مويكانو بديلا عنه، أظهر مخاشيف أداء قويا خلال النزال، محافظا على سجله المميز في فئة الوزن الخفيف. من جهته قدم مويكانو أداء شجاعا وقويا رغم قصار فترة التحضير، وتمكن البطل الداغستاني إسلام مخاشيف من مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية بعدما تمكن من الوصول إلى فوزه ال27 في الفنون القتالية المختلطة على بعد من معاداة رقم الأسطورة الوزن الخفيف حبيب نورماغوميدوف. فأسلوب إسلام مخاشيف يعتمد إسلام على المصارعة والسامبو بشكل كبير، حيث يمتاز بالسيطرة على الخصم على الأرض وإنهاء قواه، كما أنه يتمتع بمهارات جيدة في الدفاع والهجوم الأرضي. لديه ضربات وقائية كافية ليبقي الخصم مشغولا أثناء محاولته لإسقاطه. وأما أسلوب ريناتو مويكانو مقاتل متعدد الأساليب، حيث يجمع بين الجوجيتسو البرازيلية والتاي بوكسين، ويركز على مهارات الإخضاع، ولديه القدرة على إنهاء النزال سواء على الأرض أو بالضربات. وفور بداية الجولة الأولى اندفع مويكانو في اتجاه إسلام في محاولة لإظهار مهاراته منذ اللحظة الأولى، وبالفعل فقد تمكن من إرباك إسلام قليلا، والذي بدأ النزال بشكل يوحي بالهدوء والطمأنينة. وقد تمكن المقاتل البرازيلي من تحقيق المفاجأة عندما أصاب إسلام بلكمة مفاجئة عادته للخلف وافقدته توازنه، لينهض بعد ذلك على الفور ويعود للنزال بسرعة فائقة. وهنا وجد البرازيل نفسه في ورطة لا يحسد عليه تحت أفضل مقاتل مصارعة في العالم، ألا وهو إسلام، وبدأ يحاول النهوض بأي شكل من الأشكال، وكاد ينجح في ذلك لولا أن إسلام عاد ليقفز عليه مرة أخرى ويلف يديه حول عنق مويكانو بحركة خنق محكمة أجبرت البرازيلي على الاستسلام. وبهذا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء.